السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي النهاردة بيقابل إنبي، وإنبي بينجح في إيقاف انتصارات الأهلي عند الرقم 21. الأهلي طبعا حاصل على الدوري في رأيي أنا من ساعة ماتش بيراميدز الذهاب والعودة. ولكن الأهلي كان بيلعب عشان خاطر تحقيق الأرقام القياسية. فالنهاردة الرقم القياسي وقف بتعادل الأهلي مع إنبي 1-1. واعتقد لم تخوني الذاكره ان سلسله مانويل جوزيه برضو اللي كان وقفها برضو كان تقريبا انبي. لو ان الذاكره سعفاني اعتقد ان برضو كان انبي هو السبب في ايقاف سلسله انتصارات مانويل جوزيه ايام الجيل الذهبي ابو تريكه. والنهارده كان اخر مباريات بيراميدز اللي هو حصل على المركز الثاني في الدوري، وبكده يبقى لاعب الاهلي وسام ابو علي هو هداف الدوري المصري الممتاز لسنه 20 موسم 2023 2024 اللي لعب فيه نص موسم بس. والحمد لله يعني. طبعا النهارده انا شايف ان النهارده سبب الخساره بتاعت النادي الاهلي الثقه الزايده في اللعيبه، الثقه الزايده اللي عند اللعيبه. ما كانش فيه الحماسه بتاعت الماتشين اللي فاتوا. خلاص انت خدت البطولات اللي انت كنت عايزها ومش عايز حاجه تاني. فالنهارده الحماسه قله كتير، مش قله بس، الحماسه النهارده قله كتير. واهم حاجه بقى ان اللعيبه الشباب النهارده كانوا كتار قوي، يعني النهارده كانوا كتار جدا. ده اسباب اللي النهارده خلت المباراه كده، برغم ان مفيش حد فيهم لعب وحش، ولكن الهدف زي ما بيقولوا الاهلي وصل للهدف بتاعه. الدوافع ما بقتش موجوده، او الدوافع الجديده ما بقتش موجوده. بس الحمد لله فوز تعادل الاهلي بيحافظ على سلسله اللا هزيمه بقى. يعني احنا هنقلب الموضوع نخليه سلسله اللا هزيمه، مش سلسله الانتصارات. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كان نفسي ان اتحاد الكوره، لو اسف يعني لو في حد فيهم عنده ذره فكر او فهم، يوفر على الدوله الفلوس اللي كانت هتدفع لحجز فندق عشان خاطر الاحتفالات. لان احنا كلنا سمعنا ان الاتحاد مش ناوي يسلم الاهلي الدرع في الملعب، ناوي يعمل حفله في فندق. طيب ما هو الفندق دوت حضرتك هتحجزه بفلوس ولا هتحجزه ببلاش؟ هيبقى فيه فقرات اكيد اللي لسه هتيجي هيبقى هتاخد فلوس. هيبقى فيه اللي هو زي ما بنقول كده واجبات ضيافه، ما الحاجات دي بفلوس. لكن لما تعمله في الاستاد ويوم مباراه هتوفر كل الفلوس دي. احنا فجأة كده الاتحاد بقى غني، فجأة كده الاتحاد بقى معاه فلوس. على العموم الاهلي بطل للدوري، مش مهم يستلموا ازاي، ولكن تفرق طبعا انه يستلموا واللعيبه بتسلم على بعضها وبتحتفل مع بعضها، وان اللعيبه بتحتفل مع جماهيرها في الاستاد. وبالتالي ان هي اتعملت قبل كده كتير، مش عايز اقول فرقه معينه بعينها مخصوص كانت بتتعمل في ايام كورونا، كانت بتتعمل في الحفلات وبتتعمل مراسم صغيره، ولكن اتعملت بعد كده لفرق فتحوا لها الاستاد واحتفلوا مع الجماهير بتاعتهم. بس عادي. الف مبروك اهلاويه، والف مبروك لوسام حصوله على لقب هداف الدوري المصري رسميا ان شاء الله. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله القادم احلى. ونتمنى من مجلس اداره الاهلي دعم الفريق وتدعيمه بصفقات بقى عشان خاطر كاس العالم للانديه ان شاء الله. تصبحوا على الف خير.